انا طبيب منعني من بعض الاشياء نعاودهم لكم. كان منعني من المعلبات، منعني من المشروبات الغازيه، مشروبات الطاقه، الاكل السريع، العشوب، بحال الزعتر، منعني من الحلبه، وقال لي بعد من العسل الحر في مرحله العلاج. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة الأخوات محاربي مرض السرطان، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. كنت حطيت لكم واحد الفيديو قبل ديال قلت لكم الطبيب وشاركت معكم الطبيب اشنو من عليا في مرحلة العلاج كمحارب سرطان القولون في المرحلة الثالثة. والغرض كان منه يعني باش الناس يعني يستافدوا من التجربة ديالي، وكاينين بعض الإخوان اللي يلاه اكتشفوا باش المراحل نبسطهم لهم ونسبقهم لهم قبل ما حيت كاينين بعض الاخوان عارفين المرض ملي كيكتب لك الله كتكون ما عارف والو، وكتبغي شي واحد اللي بالتجربه ديالو يفيدك بكل كبيره وصغيره، يعني اي معلومه غتستافد منها غتفيدك. وكنت قلت لكم في الفيديو انا طبيب منعني من بعض الاشياء نعاودهم لكم. كان منعني من المعلبات، منعني من المشروبات الغازيه، مشروبات الطاقه، الاكل السريع، العشوب، بحال الزعتر، منعني من الحلبه، وقال لي بعد من العسل الحر في مرحله العلاج. هادشي اللي كان منع مني الطبيب، وبعض الاشياء اخرى من بعد لا تذكرت نقولها لكم. كان الغرض من الفيديو الاخوان كيف كنقول لكم غير باش نبارطاجيو المعلومه. كاينوا بعض الاراء اللي الصراحه كنشكر الناس اللي كيحطوا بحال التعاليق يعني باش يكون نقاش ونوضحوا بزاف د الحوايج. كاين اللي كيقول لك لا العسل راه علاج، كاين اللي كيقول لك لا الحلبه علاج، كاين اللي كيقول لك الزعتر. غير باش تفهموا واحد القضيه الاخوان، راه بعض الخطرات شي اشياء اللي كتكون كتعالجنا الا استخدمناها بالطريقه الخطا او لا في الوقت الخطا راه ما غتبقاش علاج، راه غادا تولي اما حاجز ضد العلاج او لا غدير لنا مشاكل صحيه. حتى انا الاخوان فاش سمعت اول مره قال لي الطبيب ان العسل راه ممنوع في مرحله العلاج، جاتني في شكل او كيفاش العسل مذكور يعني انه علاج، وحنا كاملين كمسلمين عارفين ان العسل الحر راه علاج وشفاء من بزاف ديال الاشياء. سولت الطبيب يعني ما بقاش عندي داك السؤال مبرزطني، انا من العاده ديالي كنسول على كل كبيره وصغيره. قلت لي دكتور الله يجازيك بخير، هادشي اللي منعتيني منه اوكي، ولكن راه واحد ثلاثه الحوايج راه برزطوني بحال العسل وبحال الحلبه وبحال الزعتر. هادو كنعرفوهم كاملين حنا بانهم علاج. قال لي خويا محمد راه كلامك بصح ومزيان ملي سولتيني هذا السؤال. قال لي في مرحله العلاج الكيماوي، قال لي كيكون العلاج الكيماوي شنو كيحتاج؟ محارب السرطان يحافظ على المناعه ديالو ويتقبل المرض باش النفسيه ديالو تكون طالعه ويرتاح صافي باش يستجب للعلاج. قال لي في مرحله العلاج حنا كاطباء كنخافوا على المريض يدير شي شوب اللي يكونوا مشكل في تاخير العلاج الكيماوي. كيف كتعرفوا العلاج الكيماوي الاخوان راه فاش كيدخل الذات راه كيدوز على كما تنقولوا الاخضر واليابس، يعني كيدير واحد التقرحات واحد كما تنقولوا طياب في الذات كامله خصوصا في الجهاز الهضمي. هادشي علاش منعني الطبيب انا من هادشي. كاينين بعض محاربين السرطان ما ممنوعش عليهم، غير هي كنصيحه من اخوكم محمد في اي سؤال في راسكم سولوا الطبيب. يعني شي اسئله يطيح لك في الدار دير واحد الورقه وقيد ملي تمشي عنده دكتور الله يجازيك بخير، وحاول تسولو في الصميم. حيت كاينين بعض الناس ملي كتقولي سول الطبيب تيقول لك ويلي انا الطبيب كيعطيني وقت. راه خاصي تعرف واحد القضيه، الطبيب الا ما عطاكش وقت يقدر يكون المشكل فيك انت، يعني تبقى تسولو واحد الاسئله متكرره كل نهار كتسول فين ما كتمشي عنده الحصه كتسولو نفس السؤال. يعني الاكل عليها غير للاشاره. طبيب الاورام راه ما عندوش درايه بالتغذيه ديال محارب السرطان، خاصك تشوف شي طبيب ديال التغذيه، غير هو عنده درايه بان الاشياء اللي تقدر تكون حاجز ودير مشاكل في تاخر العلاج او لا تفشل العلاج بصفه عامه، ومنهم العسل. انا فاش كنت في مرحله العلاج قال لي بعد من العسل ما ديرش العسل، وشرح لي حاجه اخرى قال لي نقدر نقول لك راه العسل مفيد لك وتقدر تكون كتاكلو بالطريقه الخاطئه. راني حطيت لكم فيديو قبل على الطريقه الصحيحه ديال العسل وكيفاش كنديرو من بعد العلاج. يعني من بعد العلاج بعد ما من عليا الله بالشفاء راه يمكن لي نديرو، غير في مرحله العلاج ما كنتش كنبغي ندير العسل باش ما يديرش ليا يتلاقى هو الشيمي ويديروا ليا مشكل. وهذا الشيء اللي شرح لي الطبيب، قال لي الزعتر والعشوب الا تلاقاو مع الكيماوي راه يقدروا يديروا مشاكل، اما هما بوحدهم
راهم شفاء، ولكن واش غيشافيو لك هذاك المرض في ديك المرحله ولا لا، هذاك الشيء كيبقى عند عالم الغيب الله سبحانه وتعالى. غير هي الاخوان يعني في مرحله العلاج اذا قال لك الطبيب بعد من العسل بعد من العسل، يعني ما يكونش راسك قاصح وما تكونش كتصنت لاي واحد قال لك شي حاجه. حيت بعض الخطرات كنكون في المستشفى وكنسمع بعض الوصفات اللي كيبارطاجيو مرضى السرطان مع مرضى اخرين، والغريب في الامر كتلقى داك محارب السرطان اللي كيبارطاجي ديك الوصفه هذا حاله اللي كيتصنت حاله، واللي اللي كيحكي حاله. يعني مثلا واحد عنده سرطان المعده دار اولا سرطان البروستات دار هذيك الوصفه وكانت معه بنتيجه، يعني واش منها السبب او لا السبب من عند الله سبحانه وتعالى. المهم جابت معه نتيجه وكيبارطاجي مثلا مول البروستات كيبارطاجي مع سرطان القولون او لا مع سيده عندها سرطان الثدي. وكتلقى كيف كتعرفوا محارب السرطان في هذه المرحله مسكين كيكون مخلوع وباغي اي حاجه تعاونوا باش يقضي على ذاك المرض نهائيا، يقدر يمشي يتصنت ليه وكيمشي يدير ديك الوصفه. لهذا الاخوان الله يجزيكم بخير في مرحله العلاج خليك مع الطبيب. الا شفتي العلاج غادي مزيان والامور مضبوطه، حيت كل من ورا حصه كدير تحاليل ملي تبان لك المناعه ديالك مزيانه الاسي هابطين، يعني ما كاينش مشكل، راك غادي في العلاج مزيان. الا شفتي الطبيب ديالك باقي المفهوم غير كيخربق حاول تبدل الطبيب. يعني راه ماشي اي واحد تبدا معاه غير حيت الطبيب راه متمكن. يعني هذه النقطه غنانسيستي لكم عليها. المهم الاخوان باش ما نبعدوش على الموضوع، دائما الطبيب نسولو. العسل قال لك بعد منه بعد منه، قال لك الزعتر بعد منه بعد منه. كيف ذكرت لكم راه يقدروا الى تلاقاو مع العلاج الكيماوي يديروا مشاكل اخرى. وانت في مرحله العلاج ما عندكش الرباح تضرب تماره ديال الاعراض ديال المصاريف. كاين اللي مسكين كيضرب كيلومترات باش يجي للمستشفى، يضرب واحد المسافه وملي يرجع للدار يقدر يديروا لي شي وصفه او يعطيو شي حاجه اللي ماشي هي هذيك اللي تخرج لي على ديك التماره كامله اللي يضرب. انت في واحد المعركه يعني خاصك تركز على المناعه ديالك تكون طالعه، النفسيه طلق كل شيء بيد الله. خلي اليقين ديالك في الله وارتاح وتقبل المرض. حيت راه الاغلبيه ديال الناس ما عارفينش واحد القضيه، راه النفسيه هي كما تنقولوا نصف العلاج. الا كنتي متقبل المرض وراضي بالمرض ومرتاح، ملي كتمشي للدار كتقول لي بغيت تجي من عند ربي مرحبا به، كون على يقين انك تعالج. ولكن الا كنتي معترض على الحكم ديال الله كون على يقين انك تلقى مشاكل غير راسك، انت معكل راسك. وتخيل انت مثلا باغي تمشي دير واحد السباق ومكتف رجليك كيفاش غادي تسبق؟ اذا غتبقى انت الاخراني. المهم نتمنى من الله هذا الفيديو ما يبقاش عندكم بارطاجيو. راه كاينين بزاف ديال الناس الصراحه والله الا كيبغيو اللي يهضر معاهم بحال هكذا واللي يشرح لهم بهذه البساطه وما كيلقاوش. والاخوان اللي حطوا لنا التعليق شكرا على اي تعليق، ونتمنى من الله يعني نكون جاوبتكم، ونتمنى من الله نفتحوا شي نقاش جديد باش نستافدوا. حيت كتعرفوا المحتوى اللي كيكون هادف ما كيكونش مشجع، ما كيتبارطاجا ما والو، بخلاف شي محتوى اللي كيكون مثلا غير ديال التفليه وداك الشيء كيتبارطاجا. ونتمنى من اي واحد شاف هذا الفيديو يبارطاجيه باش ناس اخرين يستافدوا. والسلام عليكم.